أهلا. البودكاست اسمه ندوب. البودكاست مهتم بالأفكار اللي بتكون ملفتة في كتب الفلسفة وعلم النفس. غالبا الكتب بتبقى بالإنجليزي واحنا بنوصلها بالعربي، أو ممكن كتب عربي ما تكونش في الضوء قوي. مساء الخير أو صباح الخير على حسب بتسمعوا البودكاست امتى. أنا هتكلم النهاردة عن جزء مهم من كتاب العلاج النفسي الوجودي لإيرفين دي يالوم. الجزء ده بيتكلم عن أشياء دنيوية بتدي إحساس بالمعنى أو هدف للحياة. هحط في ديسكريبشن الحلقة لينك لصورة ديزاين أنا كنت عملتها بناء على الجزء ده من الكتاب. الديزاين لامم الست أسباب اللي احنا هنقولهم اللي هم بيدوا معنى للحياة. وفي آخر الحلقة هتكلم عن حالتين. الحالتين دول حقيقيين حصلوا بجد. كان إيرفين يعني يتكلم عنهم، عن ازاي هم لقوا معنى الحياة في أحلك الظروف. فهنتكلم عنها في آخر الحلقة، بس دلوقتي الأول هشرح الست حاجات اللي بشكل يعني بتدي معنى للحياة. اول حاجه الغيريه اللي هو الالتريزم، يا رب اكون منطقه صح. تاني حاجه dedication for a cause اللي هو تكريس الذات لهدف. تالت حاجه creativity او الابتكار. رابع حاجه مذهب اللذه، وده جزء عكس ما تتصور، يعني عكس عن انطباعاتك لما تسمع كلمه مذهب اللذه. نوعا ما يعني يستاهل ان الواحد يسمع المنطق ورا مذهب اللذه في الجزء ده. خامس حاجه تحقيق الذات او self actualization. سادس حاجة التسمية بالذات أو تجاوز الذات اللي هو self transcendence. هنبدأ بأول واحدة اللي هي الغيرية أو الالتوريزم. الالتوريزم أو الغيرية بيبانوا قوي في الناس اللي ليهم تأثير واسع على اللي حواليهم، مدرسين، كتاب، مديرين. القناعة بأن العطاء شيء جيد، وأن كون الواحد مفيد للي حواليه والواحد يخلي الدنيا أحسن اللي حواليه. القناعة فعلا في الحاجات دي ده سبب كبير بيدي معنى للحياة. كده احنا اتكلمنا عن الغيرية. تاني حاجة تكريس الذات لهدف. إيرفين بيستعير جملة من كتاب اسمه حول معنى الحياة لويل ديورانت، اللي هو اتكلم ليه كتاب مشهور في الفلسفة. في الكتاب بتاع حول معنى الحياة ويل ديورانت قال إن معنى الحياة بيكمن في الفرصة اللي بتديها لنا عشان نصنع أو نساهم في شيء أكبر من ذواتنا. فدي الفكرة بتاعة تكريس الذات لهدف. مش شرط إن احنا نساهم في شيء أكبر من ذواتنا إن هي تكون الأسرة، مع إنها أكتر حاجة مباشرة وهبنا إياها وفقا لديورانت. هي ممكن تكون أي مجموعة بتدي هدف للفرد، ومش هتنتهي بموته. أهم حاجة وفقا لديورانت في الموضوع ده إن عشان التكريس لهدف يدي معنى للإنسان، لازم إن الحاجة دي تكون بتطلع الإنسان برا نفسه وتخليه مشارك في نظام أوسع. طبعا تقدروا تلاحظوا إن تكريس الذات لهدف فيها جزء من الغيرية أصلا، لأن الواحد بيحصل على معنى عن طريق المساهمة مع الآخرين. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الغيرية وعن تكريس الذات لهدف. تالت حاجة الإبداع، إن أنت تخترع حاجة جديدة. الإبداع بيبرر لنفسه، بيرد على السؤال بتاع لما أو ليه أو عشان ايه. بيتهوفن قال مرة إن فنه منعه من الانتحار. بيتهوفن وهو عنده 32 سنة جاله صمم، فلك أن تتخيل نوع البؤس اللي هو كان فيه. هو قال إن الفن وحده هو اللي منعه من الانتحار زي ما قلنا، وبيقول إن هو يبدو مستحيلا له إن هو يترك الحياة قبل ما يعمل كل المفروض إن هو يعمله. فده فكرة ان ازاي الابداع ممكن يدي معنى للحياة. في نقطة مهمة جدا في الحتة دي بقى، ان مش شرط الابداع يبقى بس الفن. يعني لو انت مثلا في جملة في الكتاب بتاع احسان عبد القدوس كانت على لسان مصطفى كانت على لسان مصطفى في الكتاب بتاع لا انام. البطلة نادية لطفي كانت بتسأله انت تعرف ترسم؟ راح رد عليها رد في غاية الجمال، وبيوريك القلم ممكن يكون ازاي. حتى هقراها. بيقول شوف يا ستي، انا احب الرسم ومعرفش ارسم، واحب المزيكا ومعرفش اضرب مزيكا، واحب الورد ومعرفش ازرعه، واحب القصص ومعرفش اكتب قصص. احب الجمال لكن للاسف معرفش اخلقه. ساعات كنت احس ان اقدر اعمل تماثيل، كانت صوابعي تتحرك في الهوا زي ما تكون الطينة قدامي وبعمل منها تمثال،
وكنت اروح اشتري الطينة فعلا واحاول اعمل بيها حاجة، ما اقدرش. وساعات كان يتهيالي ان اقدر اضرب كمانجة، كنت ابقى مليان انغام والحان، اروح اشتري الكمانجة واجي اضرب عليها ما اعرفش، اتجنن اروح كسر الكمانجة. انا دلوقتي تقدري تسميني ناقد، افهم في كل الفنون، انما مش فنان، مش خالق. الفنانين كلهم بيجوا ياخدوا رأيي في الكويس والوحش، انما انا لا اقدر اعمل كويس ولا وحش. هي بترد عليه بتقول: احسست انه يشكو شيئا في نفسه لا افهمه، لم استطيع ان افهم بالضبط كلامه، ولكني احسست ان في هذا الكلام شكوى، وانه لا يشكو لي بالذات، انما يشكو نفسه لنفسه، يشكو من قدر مكتوب عليها، قدر يقيد روحه فلا يطلقها. افتكرت الجملة دي واحنا بنتكلم عن الإبداع كحاجة بتدي معنى للحياة. المهم بقى ان الإبداع ده مش شرط يبقى فن بالظبط او كتابة او الزرع حتى، لا. هو ممكن يبقى في الطبيخ، ممكن يبقى في الشرح للطلبة، ممكن يبقى في المذاكرة، ممكن يكون في اللعب، ممكن يكون زي ما قلنا في الزراعة مثلا. مش شرط ان هو الكتابة مثلا او التمثيل، مش الفكرة النمطية عن الإبداع. اي حاجة تحتمل ان يكون في إبداع في تأديتها، كل ده بيدي معنى كمان، وبيدي قيمة للحياة ومعنى للحياة. كمان الإبداع بيخلي الواحد يكتشف نفسه. يعني مثلا كان في نحاتة كانت إلى حد ما شغلها بيحصل نتيجة لقوى هي غير واعية بوجودها، فكل قطعة منحوتة ليها كانت ضعف الإبداع. أولا إبداع القطعة نفسها، تاني حاجة إبداع إنها شافت جواها واكتشفت جواها حاجة جديدة، كأن في قوة لا واعية جواها بتقول لها أنا كذا أو أين كذا. فالإبداع بتاعها دبل، شكل القطعة نفسها واللي اكتشفته من ذاتها وهي بتعمل القطعة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الغيرية وتكريس الذات لهدف والإبداع. رابع حاجة الهيدونيزم أو مذهب اللذة. كل الطرق اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها التلاتة اللي فاتوا ممكن نبص لها كحاجة بتؤدي للمتعة أو اللذة. الغريب اللي غالبا ان انت هتسمعه دلوقتي لأول مرة ان مذهب اللذة مش شرط في ان الواحد ينخرط في متعة لحظية آنية، لا. لو انا بعمل حاجة مؤلمة في سبيل ان انا اتقي ألم مستقبلي، ده في حد ذاته تبع مذهب اللذة برضو. يعني مثلا انا ابسط مثال جه في دماغي في ده المذاكرة. في ناس بتتألم وهي بتذاكر وبتتعب ومعظم الناس بتبقى بالنسبة لها المذاكرة معاناة وحاجة صعبة، بس انت كده بتستثمر في لذة مستقبلية او في راحة مستقبلية، فده يعتبر ضمن مذهب اللذة. واللي فاتوا زي ما احنا قلنا الغيرية والابتكار وتكريس الذات لهدف، كل دي برضو حاجات بتؤدي للمتعة واللذة. هتحس ان الحاجات متداخلة او overlapping، يعني الاسباب متداخلة. رابع حاجة self actualization او تحقيق الذات. طبعا في هرم مازلو الشهير اللي هو بتاع هرم الاحتياجات، هتلاقي على قمة الهرم تحقيق الذات. إجابة مازلو للسؤال احنا عايشين ليه بالنسبة له هي الفكرة ان احنا عشان نحقق ذواتنا. طيب مازلو كمان رأيه ان تحقيق الذات هيحصل دون مساعدة من المجتمع. كمان مازلو شايف ان المجتمع عائق لتحقيق الذات، عشان هو غالبا بيجبر الافراد ان هم يسيبوا نموهم الذاتي المتفرد ويقبلوا ادوار اجتماعية غير ملائمة ليهم. فده كان رأي مازلو في موضوع تحقيق الذات. وتحقيق الذات كان خامس أسلوب أو خامس طريقة لإيجاد معنى للحياة. سادس حاجة self transcendence، يا رب أكون عارفة أقراها صح، اللي هو التسامي. بس قبل ما نخش على آخر واحدة اللي هي التسامي، عاوزين نتكلم في نقطة مهمة. اللذة وتحقيق الذات متعلقين بالذات في الطرق اللي فاتت، إنما الغيرية وتكريس الذات لهدف والإبداع بتخلي الواحد يبص برا ذاته. دي نقطة مهمة جدا. نرجع تاني للتسامي أو السيلف ترانسندنس. ده معناه يعني لو ترجمناها حتى ترجمة بسيطة هي فكرة going beyond yourself، اللي هو ما وراء شخصك، ما تبقاش انت متمركز حوالين ذاتك. فيكتور فرانكل اللي هو كتب الإنسان يبحث عن معنى، وده كتاب بالمناسبة أنا رشحه جدا إن هو يتقري، خصوصا الكتاب بتاع فيكتور فرانكل اللي هو Man Search for Meaning، متقسم يعني جزئين. هو كتاب واحد بس جواه جزء واحد وجزء اتنين. أنا رشح لكم الجزء التاني أكتر من الجزء الأولاني، أنا قريت الجزء التاني يعني فيه، هو كتاب حلو جدا. المهم فيكتور فرانكل بيقول ان الاهتمام المبالغ فيه بالتعبير الذاتي وبتحقيق الذات بيدمر المعنى الحقيقي.
فيكتور ادى مثال لان لو واحد مثلا حدف قذيفة بره، هي هترتدله لو اتمسز تارجت، لو هي ما خبطتش في الهدف بتاعها بره هترتد عليه. شبه ده بالإنسان اللي بيرجع للتمركز حوالين الذات لو فقد المعنى اللي الحياة بتديها له براه. ده حسب ما أنا فهمتها. كده احنا قلنا الست أسباب الدنيوية اللي بتدي إحساس بالمعنى أو هدف للحياة، اللي هما: 1 الغيرية altruism، 2 تكريس الذات لهدف أو dedication for a cause، 3 الإبداع أو creativity، 4 مذهب اللذة، 5 حاجة self actualization أو تحقيق الذات، السادس التسامي بالذات أو تجاوز الذات اللي هو self transcendence. في نقطة مهمة جدا كمان فيهم، ان المعنى مش مستقى من واحد من دول بس، لا، المعنى ممكن يكون من كذا واحد من دول. في حتة حلو جدا هو اتكلم عنها بخصوص السيدات خصوصا في منتصف العمر. قال ان غالبا الستات اللي كرسوا عمرهم للجواز والانجاب لما بيبقوا في منتصف العمر بيتجهوا لمصادر اخرى يستمدوا منها المعنى، وده عكس الرجاله اللي في منتصف العمر. السبب في ده ان الستات منتظر منهم دايما ان هم يحققوا رغبات الاخرين اكتر من رغبات نفسهم، رغبات جوازاتهم ورغبات اولادهم. هنا الغيرية هم اجبروا عليها مش اختاروها. فلما بتكون الرجالة في منتصف العمر هما بيكونوا حققوا نجاح ذاتي ونجاح شخصي ومستعدين لأهداف غيرية، على عكس الستات في منتصف العمر اللي في أول مرة في حياتهم بيبقوا مهتمين بذواتهم أكتر من اللي حولهم. في حالتين اتكلم عنهم إيرفين ديالو، الحالتين دول مثالين لفكرة الغيرية. الحالتين دول كان جالهم مرض، يعني معروف ان هما مش هيقوموا منه او مش هيخفوا يعني للأسف. فهو بيتكلم ازاي هما كانوا لاقيين معنى للحياة في الوقت ده. اول واحد اسمه سال ده كان شخص رياضي جدا ونشيط لحد ما بقى عنده 30 سنة جاله مرض لا شفاء منه في العظم. كان بيعمل ايه سال كان بيروح المدارس على كرسي متحرك وتقريبا جسمه كله في الجبس، ويقول للولاد: يعني انت عايز تدمر جسمك بالنيكوتين وبالكحول وبالهيروين؟ متضايق وعايز تنتحر؟ خلاص اديني جسمك السليم، انا محتاجه، انا عايز اعيش. فهو كان مكرس حياته في انه ينزل المدارس ويدي للولاد معنى في الحياة. هو صحيح مات بس هو ساب أثر لا يمحى. دي فكرة الغيرية، دي الحالة الأولانية. الحالة التانية إيفا جالها برضو مرض لا يؤمن منه في الشفاء. كانت بتروح في الآخر، آخر دكتور راحت له كان اسمه هنسميه دكتور سين. هو كان راجل بارد من كتر ما هو كل الحالات اللي بيتعامل معاها بتموت. فهو كان طريقته عشان يحمي نفسه من الألم ان هو لما كانت هي بتيجي مثلا يكتب لها علاج، هو بيكتب لها علاج وهو بيسمعها، هو مش سامع اصلا شكوتها. هو كان شاطر جدا تقنيا بس هو مش حاسس بيها، عمال يحط حواجز بينهم. فهي فكرت طب تغير الدكتور، هو الواحد خلاص مش الواحد كده كده يعني مش هيكمل، طب ايه اللي يزنق الواحد ان هو يبقى قاعد مع شخص مش حاسس بيه للدرجه دي؟ هي اخدت قرار مهم جدا، قررت ان هي تأنسن الدكتور سي، يعني تجعله انسانا. عملت ايه بقى؟ كانت بتطلب منه ان هو يسمعها اكتر. كانت لما هو بيكتب لها علاج مثلا ويتكلمها في نفس الوقت تقول له، تطلب منه ان هو يسمعها. خلت نفسها مكانه وقالت له قد ايه هو صعب ان انت كل المرضى اللي انت بتتعامل معاهم بيموتوا. فضلت تعمل كده وتستخدم كل الوسائل والاساليب، وفي الاخر هي كسبت. في الاخر عرفت تأنسن الدكتور وتشيل الحواجز النفسية اللي هو كان بيحمي نفسه بيها من الألم. انا كده خلصت الجزء بتاع ازاي تدي معنى للحياة بشكل دنيوي، زي ما قالوا إيرفين ديالون في كتاب الإنسان يبحث عن معنى. هسيب في الديسكريبشن الصورة بتاعة الديزاين اللي أنا كنت، التصميم اللي أنا كنت عملته عن المعنى بتاع الحياة. الفيدباك والآراء مرحب بيها جدا. قولولي نفسكم هتكلم عن ايه تاني. شكرا.